السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. جاي اتكلم معاكم النهاردة ازاي نقتل اي فيروسات او امراض موجودة عند الحمام بحاجة طبيعية جدا جدا موجودة عندنا في البيت، بدل ما تروح تشتري علاج وتلاقي مشكلة. لازم بايدينا وبنفسنا نعمل علاج وقائي للحمام باستمرار. طيب ايه هو العلاج الوقائي للحمام؟ ان انت على طول لازم تكون مهتم بنظافة المكان بتاعك، دي حاجة اساسية. زي ما قلت الوقاية خير من العلاج. طيب انت دلوقتي عندك فرد الحمام تعبان وعايز تطمن ان فرد الحمام ما عندوش مشكله، وتحس ان فرد الحمام ما يكونش عنده مرض ولا حاجه بس انت مش واخد بالك، بتبدا تعمل جرعه وقائيه. جرعه وقائيه اللي هي متكونه من ايه؟ بنبدا نجيب حاجات طبيعيه عندنا من البيت جدا، اللي هو الثوم، البصل، الليمون، ونبدا نطحنهم مع بعض في الخلاط، ونجيب الميه بتاعتهم وندمجها مع السقايه بتاعت فرد الحمام، ونبدا نحطها للحمام على الريق الصبح على عطش. بنمشي على الموضوع ده لمده 3 4 ايام. بنبدا نحط له الجرعه الوقائيه دي في قلب الميه، تبدا تعطش فرد الحمام بتاعك من بالليل، تديها له على الريق، تبدا تمشي على الموضوع ده وتبدا تتابع البراز بتاع فرد الحمام. وزي ما قلت يا جماعه، لازم علاج اي مرض عند الحمام ان انت لما بتديله العلاج لازم تنظف مكانه اول باول، عشان البراز والفضلات بتاعه الحمام ما تبقاش موجوده تاني. يبقى انت بتعالج ولا اكنك بتعالج، لازم وانت بتعالج تنظف، عشان لو فرد الحمام بطنه منزله اي حاجه كانت موجوده فيه تبدا تتخلص منها فورا. يبقى مفيش افضل من الحاجات اللي موجوده في البيت ان نبدا نعالج بيها الحمام، اللي هو جرعه وقائيه جدا جدا وخلطه طبيعيه جدا. بنبدا نجيب كام فص ثوم على راس بصل على ليمونتين 3، ونبدا نطحنهم مع بعض ونضربهم مع بعض في الخلاط، ونجيب الميه بتاعتهم نحطهم في قلب السقايه، ونسيب الميه خلال 8 ساعات. والميه ما تقعدش اكتر من 8 ساعات عند الحمام في اي علاج، 8 ساعات بالظبط عشان ما يحصلهاش اي مشاكل. انا حبيت اشارككم الموضوع ده يا جماعه، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.